أهلا بيكم في قناة أصل الطبخ مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض عصاير بسيطة وسهلة للصيف بطريقة سهلة جدا. هنجيب كريم شانتيه ده للمشروبات غير الكريم شانتيه بتاع التورت. الكريم شانتيه ده بيكون خام من غير سكر، بحط له السكر والماء المتلجة وبضربه، بيبقى خفيف جدا، ما بيبقاش تقيل ولا ليه قوام زي اللي احنا بنحطه للتورته. هجيب بقى معايا العنب، هكون انا وأضيف له متلجاه المية كويس قوي، المتلجة واحط له وأضربه السكر كويس قوي في المناسب الخلاط. للتحلية. وبعد كده بكون محضرة مصفى عشان أصفي العنب من القشر بتاعه. بعد كده ببتدي أحط التلج مكعبات، وآخر حاجة بحطها الكريم شانتيه اللي قلتلك عليه بتاع المشروبات. وبكده يكون عصير العنب جاهز معانا. هنبتدي نعمل عصير البطيخ برضو بطريقة بسيطة وسهلة. جبت البطيخ وقطعته وشلت منه البذر وتلجته. هبتدي برضو ان انا احطه برضو في الخلاط واحط السكر المناسب، وبعد كده احط شوية مية متلجين وفيهم تلج واضرب العصير. وبعد كده ابتدي ان انا اصبه في الكاس واجيب له برضو التلج المجروش او التلج المكعبات واحطه. واخر حاجه بحطها الكريم شانتيه بتاع المشروبات. وقلتلك ده مش كريم شانتيه بتاع التورت، ده بتاع المشروبات، بيخلي المشروبات بتاعتك طعمها جميل جدا. وبكده يبقى عصير البطيخ جاهز معانا. هنبتدي نعمل حاجات تانية بسيطة جدا برضو للمصيف أو للصيف. أكلات بسيطة جدا مش هتاخد معاكي وقت، مجرد ربع ساعة هتلاقي نفسك عملتي لولادك أكلة بسيطة. احنا عندنا لفة جلاش، هاخد منها طبقتين. الطبقة الأولانية برضو هدهنها معايا بالسمنة عشان تورق معايا، وبعد كده هحط الطبقة التانية وابتدي ان انا احشيها. الحلو بقى في الوصفة دي ان انتي بتحشيها اي حاجة عندك، بواقي بقى، جبنات، بيفي، لانشون، ممكن تكوني معصجة لحمة تقدري تحطيها خضار. يعني الوصفة دي جميلة في كده ان انتي بتحطي لها اي حاجة. هنا انا كان عندي بواقي من الجبنات، وكان عندي بيفي، وحطيت معاهم مثلث من الجبنة المثلثات. وبعد كده ابتديت ان انا اقفلها ظرف زي ما انت شايفة كده، وبحط برضو عليها سمنة عشان تورق معايا. بقفلها كويس قوي علشان الجبنة ما تخرجش، لان انا مش هحطها في الفرن، انا هعملها على الطاسة عشان دي حاجات سريعة كده. وده بيكون الشكل النهائي بتاعها. وبرضو بحط على الوش برضو من السمنة، وبرضو مش بكتر سمنة، انا بحط حاجات خفيفة. هنعمل واحدة تانية برضو قدامك عشان تاخدي بالك. انا حطيت الحشو في النص، وبعد كده ابتديت ان انا اقفلها ظرف زي ما انا قلتلك علشان اي جبنة انتي تحطيها لما هتسيح ما تخرجش منك بره الظرف اللي انتي قافلاه. انتي ممكن تعمليها شكل ظرف، وممكن تعمليها شكل مستطيل، تبقى شبه الساندوتش للولاد. يعني التقفيلة دي بتاعتك انتي. وبرضو بين كل طبقة وطبقة بحط السمنة زي ما انتي شايفة كده عشان تورق معايا. بعد كده على نار متوسطة ببتدي ان انا احطها، هي مش بتغيب معايا، هي بس بتاخد حوالي دقيقتين على النار لكل وش فيهم، وبيبقى هو ده الشكل النهائي بتاعه. بعد كده هنعمل صنف حلو برضو من لفة الجلاش بتاعنا. عندنا نص لتر من اللبن، هحط عليه معلقتين، معلقة دقيق ومعلقة نشا. معلقة الدقيق دي بتدي المهلبية انسياب جميل جدا وقوام حلو قوي. طبعا حطيتها على النار، وايدي طبعا كانت فيها لغاية ما خلصت زي ما انت شايفة كده. وبعد كده ببتدي اجيب لفة الجلاش، برضو هعمل طبقتين، وبين كل طبقة وطبقة هدهنها برضو من السمنة. وابتدي ان انا اجيب الكاستر او المهلبية زي ما انت تحبيه، احط حوالي 3 معالق. وحطيت بعد كده زبيب وجوز هند، انتي حابة ان انتي تعمليها فاضية كده بتبقى برضو حلوة، حابة ان انتي تحطي لها مكسرات سوداني زي ما انتي عايزة. برضو بدهنها برضو من السمنة، وبقفلها برضو على شكل الظرف زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده ببتدي برضو ان انا احطها في الطاسة برضو على نار مش هادية قوي ولا عالية قوي، برضو بتكون وسط، وده بيكون الشكل بتاعها. هي دلوقتي طلعت معايا من على النار، هي سخنة زي ما انت شايفة.
ودي المهلبية واضحة فيها وطعمها طبعا حلو جدا. انا هحط لها كمان سكر بودرة على الوش. انتي حابة تاكليها كده برضو حلوة، حابة تحط لها شوية سكر على الوش بتقدري تحط لها. وده الصنف الحادق اللي هو بالجبن اللي احنا عملناه سوا. ده بيكون الشكل بتاعه، وبتكون الحشوة بتاعته من جوه زي ما انت شايفة كده، الطماطم والفلفل والجبن كلها ظاهرة معايا. وده يعتبر فطير سهل وبسيط جدا لست البيت في المصيف. مش هياخد معاكي وقت، وولادك هتفرح بيه طبعا ان انتي عملتي من لفة الجلاش حلو وحادق. وتقدري تحطي على الحادق ده الكاتشب زي ما انتي شايفة كده لولادك. واكلة بسيطة وسريعة، واتمنى ان الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.